عروسة لابسة فستان أبيض فأبيض تطلع بعد نص الليل وتبدأ إنها تهاجمك، ولو طلعت لك وشفتها هتموت، يعني هتموت. عروسة رمسة. بيقولوا إنها جنية بتطلع لناس كتير جدا، وبتبقى لابسة فستان أبيض، وشكلها ومشيتها كأنها كبيرة في السن، لأن مشيتها بتكون غريبة وبتكون تانية ظهرها زي العواجيز بالظبط. العروسة دي دخلت الرعب لكل سكان الأردن، بالأخص سكان مدينة الرمسة اللي عاشوا فترة كبيرة جدا من الرعب بسبب اللي كانوا بيشوفوه منها، واللي كتير من سكان المدينة شافوها بعينهم لكن قدروا إنهم يفلتوا منها، وفي منهم اللي صوروها فيديو، وده اللي خلى القصة مرعبة فعلا، وبيأكد إنها مش هزار، لا دي موجودة صوت وصورة. واللي بينقل القصة من مجرد جنية بتطلع للناس تخوفهم لمصدر رعب كبير جدا لسكان المدينة، هي ان كان في شباب معدية من طريق معين في المدينة مشهور انها بتطلع فيه، والشباب دول اختفوا تماما. ولما راحت بلاغات للشرطة الأردنية باختفائهم بدأت حملات بحث عنهم، وفعلا لقوهم لكن كانوا جثث. ولما الشرطة بدأت تدور وتحقق ورا الحادثة، لقوا حاجة غريبة جدا على موبايل واحد منهم، لقوا فيديو لست شكلها غريب جدا، نفس مواصفات عروسة الرمسة بالظبط. واللي خوف فعلا ان تاريخ تصوير الفيديو كان قريب جدا من وقت وفاة الشباب اللي الطب الشرعي قال عليه. كان فرق بين وقت التصوير دقايق معدودة، وده اللي خلى الناس تتجنن ومبقوش قادرين انهم يناموا في بيوتهم من الخوف. عروسة الرمسة دار عليها حديث كتير جدا عن سبب ظهورها في المكان ده بالذات. في ناس قالت ان في شهر 6 سنة 2005 كان في فرح في قاعة في مدينة أربد الأردنية. العريس والعروسة كانوا من سكان الرمسة. بدأ الفرح والدنيا كانت تمام، العريس والعروسة وأهلهم مبسوطين ومفيش أي مشاكل. خلص الفرح الساعة 12 بالليل تقريبا، والعريس والعروسة خرجوا من القاعة وركبوا العربية اللي هتروحهم للبيت بتاعهم اللي في الرمسة، وفي طريقهم عدوا على طريق اسمه طريق بشرة الرمسة، وكانوا خلاص قريبين جدا لبيتهم، لكن العربية اتقلبت بيهم والعروسة ماتت. وبيقولوا ان بسبب الحادثة دي لحد دلوقتي محدش يستجرأ انه يمشي من الطريق ده بعد الساعة 12 بالليل، واللي بس بيفكر انه يمشي من هناك قال ان بتطلع له عروسة لابسة ابيض فابيض وبتمشي ناحيته كأنها عندها هدف في ظهرها، وشكلها مرعب جدا. واللي شافها بيقول ان شكلها وحش لدرجة ان لو حد شافها ممكن يموت من الخضة. وفي ناس بتقول ان اللي بيشوفها يموت عامة اول ما يشوفها، او حتى بعدها بفترة قصيرة ومن غير اي سبب واضح. ومن القصص التانية برضو اللي انتشرت عن العروسة، وهي ان الجنية دي بترجع لايام الرومان، يعني من اكتر من 1500 سنة. وهي ان في واحد اسمه ديكاروس مارك كان بيحب واحدة جدا لدرجة الجنون، وكان كل هدفه في الحياة هو انه يكون معاها، عمل كل حاجة عشان يتجوزها، لكن هي كانت رافضة رفض تام. ومن حظها الاسود ان ديكاروس ده كان معروف عنه انه ساحر متمكن جدا، راجل بتاع اعمال سفلية، جذب حبيب ورد مطلقات والشغل ده، يعني الموضوع بالنسبة له كان خلصان. ديكاروس راح تقدم لها اكتر من مرة، لكن هي واهلها كانوا دايما بيرفضوه. والمصيبة الاكبر انها بعد فترة قليلة جدا راحت متجوزة ابن عمها، فما كانش قدامه غير انه يسحر لها سحر يجيب لها مرض ما تقدرش تتعالج منه. وفعلا بعد فترة قليلة، وده السبب في انها تفضل تطلع للناس لحد دلوقتي في المكان ده بالذات. اما القصه الثالثه والاخيره فبتقول ان سنه 1969 كان في بنت ساكنه في مدينه الرمسه، وكانت بتحب واحد وكانوا متفقين انه يروح يتجوزها، وفضلوا يعرفوا بعض لكذا سنه وكانوا بيحبوا بعض جدا، واتفق خلاص انه هيروح يتقدم لها. وفعلا عرف اهله والبنت عرفت اهلها وكله كان تمام، لكن اخوها كان رافض رفض تام بسبب ان كان في شويه خلافات شخصيه بينه وبين العريس، وكان عاوز يبوظ الجوازه باي طريقه، وحاول اكتر من مره انه يبوظها لكن ما عرفش. ويوم فرحهم اخو العروسه خد قرار انه هيموت العريس، لكن بدل ما يموت العريس موت اخته. حاولت انها تدافع عنه ومات
بالغلط، ومن وقتها وروحها بتظهر لاي حد يعدي من المكان. واللي خلى الموضوع ده ينتشر ان الحكايات اللي كانت بتتقال كانت كتير جدا، والناس اللي شافوها كانوا اكتر، لكن محدش كان بيفكر انه يصورها لحد سنه 2009 لما كان في شباب رايحين لمدينه اربد، وهم ماشيين في الطريق واحد منهم خد باله من بنت لابسه ابيض واقفه عند جبل على الطريق. خوفوا لانهم كانوا فاكرين انها واقفه محتاجه مساعده ولا حاجه، لكن يا ريتهم ما وقفوا. اول ما قربوا منها بدات انها تهاجمهم زي ما شفنا في الفيديو اللي قدروا انهم يصوروه، وبعدها حاولوا انهم يهربوا منها، حاولوا انهم يرجعوا للعربيه بتاعتهم، لكن من الخضه غالبا ما كانوش قادرين انهم يسوقوا العربيه بشكل صح، والعربيه وقعت بيهم من فوق الجبل. الشرطه بعدها لقت لهم في العربيه اللي كانوا ماشيين بيها. وبعد الحادثه طبعا ناس كتير جدا شككت في كل ده، وقالوا ان سبب دي انهم كانوا ماشيين ووقعوا من فوق الجبل في حادثه عاديه جدا، وان كل الكلام ده تخاريف ومش حقيقي. لكن الله اعلم، انا ما اقدرش اقول لك ده حقيقه ولا لا، لكن اللي اقدر اكده ان الشباب دول فعلا، لكن ازاي الله اعلم. لكن انا بس بنقل لك القصه، انت من حقك تفسرها زي ما انت ما عاوز. لكن ما تنساش تسيب لايك وكومنت وتقول لي لو في حاجه حابب ان اتكلم عنها الفتره الجايه. ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان. كان معاك ماجد.